شكلك عبيط قوي. لما تعوز تعمل ترند يا تعمله صح يا ما تعملهوش عشان الناس ما تتريقش عليك. طبعا كلنا شفنا المهزلة اللي حصلت في حفلة محمد رمضان، النمبر 1. حفلة رائعة يا جماعة صراحة، بتفكرني بحفلات أم كلثوم زمان كده. الناس قاعدة في مكانها، والناس لابسة شيك، والناس قاعدة محترمة وفي كراسي كده وقاعدة بتسمع سلطنة وطرب كده. أنا حزينة إن أنا بتريق، أنا حزينة. انا نزلت لكم صورتين، صوره من ايام الست ام كلثوم الله يرحمها، واستاذ محمد رمضان. طبعا مفيش اصلا وجه مقارنه اصلا. انا بوريكم الاختيارات، والناس زمان كانوا بيتفرجوا على ايه وبيسمعوا ايه، بخلاف الناس بقى اللي موجوده بتغني دلوقتي. لا، دي حاجه تانية لوحدها. انا بكلمكم عن الذوق العام اللي بقى موجود في الناس. الناس بقت بتسمع ايه وبتتفرج على ايه وبتتسلطن بايه وبتفكر في ايه. هو ده محمد رمضان، هو ده بقى اختيارات الناس. والحفله فوق بعضها. الحفلة حرفيا ما فيهاش مكان، ما فيهاش نفس. من البني آدمين وكلهم شباب، شباب ولاد وبنات طبعا. هي دي الحفلة وهي دي المناظر. اتفرجوا معايا على الفيديو وعلى الصور اللي أنا هحطها لكم. ايه بقى ده؟ كل ده عشان ايه؟ يعني بخلاف المسخرة وقلة الأدب وكل حاجة، قولوا لي بس سبب واحد يخليكم تروحوا حفلة لكائن زي ده. ليه؟ مين ده؟ مين ده أصلا؟ مين محمد رمضان أصلا؟ مين؟ ما كانش ينفع أصلا يبقى مغني ولا ممثل. أنا معرفش هو طلع إزاي، بس عادي، احنا عارفين طلع إزاي. باختيارات الناس، بالملايين اللي بتتفرج عليه وبيعملوا شير لفيديوهاته وبيعملوا لايك لفيديوهاته ووصلوا الاكونتات بتاعته الملايين على السوشيال ميديا. هو ده اللي عمله محمد رمضان. هو من غير الناس ولا حاجة، ولا يسوى، ولا عنده أي حاجة من مقومات مغني أو ممثل. حرفيا ما عندوش أي مؤهل من دول يخليه فنان، ورغم كده طلع وبقى بيسمي نفسه نمبر 1. الناس اللي طلعته، انتوا اللي باختياراتكم وبفرجتكم على الناس والاشكال دي انتوا اللي بتطلعوها. ما تجوش تلوموا بعد كده على الناس دي انها بتطلع منين وبتجيب كل المليارات دي منين وبتتمنظر بفلوسها ازاي قدام الناس الغلابه. بخلاف ان هو محدث نعمه، وبخلاف ان هو حرفيا بجد انا ما بطيقهوش. انسان محدث نعمه. على فكره انت مش عيب انك تبقى غني وتبقى عندك ملايين، مش عيب ولا حرام ما فلوسك، بس تطلع تتمنظر بيها قدام خلق الله وانت عارف الشعب عامل ازاي. انت عارف غالبية الشعب المصري اللي انت طالع اصلا بتتمنظر قدامه ده، انت عارف هو حالته عاملة ازاي المادية؟ طب رونالدو وميسي عشان دول عايشين في مجتمعات اصلا غنية لوحدها، او في مجتمعات بتسمح لهم يعملوا ده. انما انت طالع في وسط الشعب المصري وعارف تقاليد ومميزات وكل حاجة تخص الشعب المصري، بتعمل كل حاجة تستفز الشعب المصري. ورغم كده سبحان الله يروحوا يتبهدلوا في حفلات ويتمرمطوا عشان يروحوا يشوفوه، ويدفعوا الافات في التذكرة. تذكرة معدية 30,000 جنيه. ليه يا جماعة؟ ليه؟ عشان نشوف ايه؟ عشان نشوف ايه بجد؟ ولما تشوفوا المنظر اللي شفتوه دوت ان هو واحده بتقلعه وتلبسه من على المسرح. ايه ده؟ ما هو شيء طبيعي. اذا كان المغني هو طالع عريان، عايزين الناس تتفرج عليه يعملوا ايه؟ ما هو بالعقل، ما هو باللوجيك كده يا جماعه. ما هو المغني اللي طالع للناس وبيستعرض قدام الناس طالع ملط، الناس هتتفرج عليها تبقى ايه؟ لابسه هدومها يعني. بس احنا بنتكسف نقول الكلام ده، بنتكسف، فدايما نغطي راسنا ونغطي راسنا في الارض. هو دي الحقيقه، هي دي المسخره اللي حاصله. المفروض محمد رمضان يتوقف عن الغنى في مصر، يتوقف. مفيش، ما ينفعش يغني تاني في مصر على في حفلات. ما ينفعش الشباب ينزلوا عشان يروحوا يتفرجوا على الاشكال دي. المفروض اصلا يتمنع من الغنى في مصر كلها. ده مش مغني ولا مؤهل انه يكون هو اللي بيتكلم عن جيل بحاله. حرام عليكم. ولا بيقدم فن في التمثيل، ولا بيقدم فن في الغنى، ولا بيقدم كلام عدل. ورغم كده ولادكم بيسمعوه. محمد رمضان ده ضيع جيل كامل، ضيع جيل كامل بيتفرج عليه وبيقلده وبيعيش نفس كل اللي بيعيشه. للأسف للأسف هو بقى قدوة لشباب كتير. تخيلوا، أنا حزينة من قلبي إن أنا بقول كده، بس دي الحقيقة.
هو ده المثل اللي بقى بيقتدي بيه الشباب. بعد ما كانوا بيروحوا حفلات الست ويقعدوا يتسلطنوا ويسمعوا، والناس كانت بتروح ببدل وفساتين، والناس تقعد دماغها رايقه، رغم ان الناس كانت بتروح، الفساتين كانت زمان قصيره وكان اللبس قصير عند الستات، بس ما كانش فيه ولا راجل ممكن يبص لواحده ست ويعكسها. ما كانش فيه راجل يستجري يبص على واحده ست يضايقها بنظرته، عشان كان في عين شبعانه، كان في نفس محترمه، كان في اخلاق وتربيه. حتى لو لبسوا ميكرو جيب، لا، مفيش حد بيبص لحد، مفيش حد بيضايق حد بنظرته. الحفلة كانت بيروحها كل الناس من كل بلاد العالم والدول العربية، بيقعدوا يتسلطنوا، بيقعدوا يسمعوا فن راقي، واحدة بتحب وبتحس بإحساس، بتقول كل كلمة طالعة من جواها بإحساس وبحب. ده فين دلوقتي؟ تسمعوا إيه انتوا؟ بتسمعوا إيه؟ هو ده يتسمع؟ على فكرة في ناس بتغني كويسين دلوقتي، في ناس فعلا بتغني كويسة وفي أغاني حلوة طالعة، مفيش مشكلة، أنا مش بقول إن كله وحش، إنما مش محمد رمضان. انما ده مش بني ادم يتسمع يا جماعه، يروح يشوف له اي شغلانه تانية بره الغنى والتمثيل. انما ده ما يرضيش ربنا، وعامل نفسك ناصح، وعامل نفسك فزلوكه قوي. انا مش عارفه ايه فزلوكه دي، بس هي حاجه كده اللي هو انت عامل نفسك ناصح يعني. فطلع تعمل ترند لنفسك كالعاده عشان خاطر تعمل لنفسك بروباجندا وتعمل دوشه على الحفله بتاعتك. جايب ست غلبانه فلاحه باينه انها قوي من الفلاحين يا عيني، طلعتها على المسرح، خليت الجاردز بتوعك يطلعوها على المسرح وتقول ان هي باعت الجاموسه يا عيني بتاعتها عشان خاطر تيجي حفله محمد رمضان. بجد بجد، هي الست دي تعرف محمد رمضان اصلا، ولا بتتابع ميديا، ولا بتتابع يوتيوب، ولا بتتابع فيس؟ هو ده بجد حقيقي؟ مش مصدقه. حتى لما تعمل ترند اعمله صح، اعمله صح عشان الناس ما يبقاش وشك في الارض يعني، ما يبقاش شكلك وحش قدام الناس. بتستخف بعقول الناس والشعب المصري اللي بيتفرج عليك، واللي اداك صوته اصلا، واللي خلاك اصلا تبقى مغني وممثل، اللي انت عمال تتمنظر بفلوسك قدامه يمين وشمال، وتطلع بذهب وترمي وعربيات وصابونه ذهب ونضاره ذهب وخاتم ذهب وعيشه، وانت عارف ان الشعب المصري مش لاقي ياكل. انت انسان مريض، انت لازم تتعالج. الشخصيه اللي زي محمد رمضان دي لازم تتعالج نفسيا، عنده مشاكل نفسيه كتير جدا. نصيحه يعني، لازم يروح يتعالج. يا ريت يسمع الفيديو بتاعي ده عشان خاطر يروح يتعالج بجد، لان هو لو ما اتعالجش هيخلي الشعب المصري كله والشباب المصري كله يروح يتعالجوا بسببه. ربنا يعينك على نفسك عشان انت عندك مشاكل نفسيه كتير.